إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، قل تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخواني الكرام، من أعظم البشارات التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة لما قال: كل أمتي يدخلون الجنة، وهو الصادق صلى الله عليه وسلم في وعده. فهذه أعظم بشارة لهذه الأمة. ثم الله جل وعلا يؤكد هذا الأمر فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: وأما السابقون هؤلاء يدخلوا الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. وأما المقتصد فهؤلاء يدخلوا الجنة برحمة الله. وأما الظالم أنفسهم يدخل الجنة بشفاعة رسول الله. لذلك الآية التي بعدها: جنات عدل يدخلونها، هذه نون الجمع، نون الجمع جمعت الأمة كلها، فهذه النون حق لها أن تكتب بماء العيون، فأدخلت الأمة كلها في هذه الرحمة. وهذه المجالس المباركة ما هي إلا رحمة من رحمات الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. الآن نحن كلنا في روضة من رياض الجنة. ومن رحمة الله جل وعلا أن الله جعل المؤمن له 4 جنان، كل مؤمن له عطايا من الرحمن 4 جنان. الجنة الأولى بطن الأم، بطن الأم هذه أول جنة، وهي من جنس جنة أبيك آدم. آدم عليه السلام في الجنة الله قال له: أن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى. فالطفل في بطن الأم لا يجوع ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحى. فالجنة الأولى هي بطن الأم، وكلنا بفضل الله أنعم الله علينا بهذه الجنة. والجنة الثانية هي جنة المعرفة، وهي جنة الدنيا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والله ثم والله ثم والله من لم يدخل جنة الله في الأرض لا يدخل جنة الله في السماء. قالوا: يا إمام وما جنة الله في الأرض؟ قال: معرفته. فهذه الدنيا كلها للمعرفة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هي جنة المعرفة. الله رحيم فوق عرشه، وأحب عبدا رحيما في الأرض، فتعلقت رحمة الدنيا برحمة الآخرة. الله كريم فوق عرشه، وأحب عبد كريم في الأرض، فتعلق كرم الدنيا بكرم الآخرة. والجنة الثالثة هي قبر المؤمن، روضة من رياض الجنة، في لمحة واحدة. فإما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. والجنة الرابعة جنة عالية قطوفها دانية، جنة الآخرة. فمن كرامة الله لأهل الإيمان يعيش في هذه الدنيا في جنان. واليوم بفضل الله الله جمعنا في هذه الجلسة ما هي إلا روضة من رياض الجنة. فهنيئا لك أن جمعتنا في جنة الله جل وعلا في هذه الأرض.
والحقيقة يا أخوة الكرام المدينة كلها جنة، المدينة كلها جنة، جبالها من الجنة، سهولها من الجنة، وديانها من الجنة، ثمارها من الجنة، أرضها من الجنة، فصارت بقعة على وجه الأرض كلها جنة. فهذه كرامة الله جل وعلا، فنشكر الله على هذه النعمة وعلى هذا العطاء، هذا عطاء من الله جل وعلا. والصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذه الجنة الموجودة في هذا المكان وانتقلوا بها على وجه الأرض، فأخرجوا الناس وخرجوا البشر من الظلمة إلى النور، ومن الضلال إلى الهداية، وأخرجوهم من النقمة إلى النعمة، ومن الجهل إلى العلم بالله جل وعلا. فانتهت مشكلة أهل الأرض في وقت وجيز من الزمن. الله فتح باب رحمته وهداية على خلقه وعباده. في أي مكان تمشي في العالم خطى الصحابة رضي الله عنهم، الله جل وعلا جعل البركة في خطاهم. أي أرض يطأها صحابي الله يفتح فيها باب الهداية. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. على وجه الأرض الهداية انتشرت في فترة وجيزة من الزمن. كنا في كازاخستان، وصلنا منطقة حدود الصين، قال من هذه المنطقة دخل قتيبة بن مسلم الباهلي فتح الصين. الآن أكثر عن 100 مليون مسلم في الصين، فيوميا الله يفتح باب الرحمة. قتيبة بن مسلم الباهلي رضي الله عنه قبره بسمرقند، رضي الله عنه في سمرقند في روسيا. عثمان بن عباس رضي الله عنهم هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، قبره في طشقند. النعمان بن مغنم رضي الله عنه قبره في نهاوند. النعمان بن مغنم كان مستجاب الدعوة، لما التقى المسلمون مع الفرس قال يا نعمان اقسم على ربك، قال اللهم مكنا من رقابهم واجعلني أول الشهداء. فكان أول شهيد رضي الله عنه في فتح، سمي فتح الفتوح في خلافة عمر رضي الله عنه. سلمان الفارسي رضي الله عنه رسول الله أخرجه من بيت المجوسية أدخله في بيت النبوة، قال سلمان منا آل البيت. قبره في المدائن، مدائن الآن في العراق. لما كان على فراش الموت زاره سعد فرآه يبكي، قال يا سلمان لماذا تبكي؟ قال يا سعد والله لا أبكي لا جزعا من الموت ولا صبابة بكم، ولكن أبكي لعهد عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من أراد أن يلحق بي فليكن زاده كزاد الراكب. وأنا الأموت الآن وهذه تركتي. لما جمعت تركته 40 دينارا، 20 عدا و20 متاعا، خائف أن لا يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله دعا له بثلاث: بطول العمر وكثرة الأبناء وكثرة المال. يقول في الرواية دفنت بيدي 100 من الولد. فأنس وطلحة والزبير في البصرة، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، 30,000 صحابي سادة العرب مهاجرين وأنصار، وسابقين من المهاجرين والأنصار أبو عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة، وجعفر الطيار. رسول الله كان يمشي مع الصحابة فنظر إلى السماء وقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله على من تسلم؟ قال هذا جعفر أبدله الله بجناحين يطير مع كوكبة من الملائكة في الجنة.
وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. زيد رضي الله عنه الصحابي الوحيد الذي اسمه في القرآن، اسمه في القرآن. من زيد؟ هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصادق في المحبة. أبوه وعمه أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبحثوا، وطافوا البلدان والديار يبحثوا عن ابنهم حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله هذا ابننا، إذا أردت الفداء فديناه. قال انظروا شأنكم وابنكم، إذا أرادكم فبغير فداء. فنظر العم والأب ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر هنا نظر هنا، قال يا رسول الله أنت الأب والعم، أنت الأب والعم، أنت الأب والعم. فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه. فالله أراد كرامته فأخذه من اسم النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في كتابه وأنعم عليه، فأصار اسمه يتعبد بتلاوته. رسول الله يصلي بالمسلمين ويقرأ اسمه، وزيد بن حارثة يصلي ويقرأ اسمه، والصحابة يصلوا ويقرأ اسمه، ومساجد الأرض يصلى الناس ويقرأ اسمه رضي الله عنهم. فهؤلاء هم الصادقون، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. ووصفهم الله في كتابه رجال الأمم السابقة لا يوجد فيها هذا المستوى. وجاء رجل من أقصى المدينة، رجل، وقال رجل من آل فرعون، رجل. وأما هذه الأمة لا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ذكر الله. فهذه الأمة كلها رجال، لأنها كلها مسؤولة عن هذا الأمان وهذا الدين، فكلهم رجال. أما نظام الأمم السابقة لا، رجل رجلان من الذين أنعم الله عليهما. وأما هذه الأمة كلها. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في تركيا لما خرج مع يزيد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يفتح القسطنطينية جيش مغفور له بإمارة يزيد رضي الله عنه. فمرض أبو أيوب في الشام فعاده يزيد، قال هل توصي؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن تحت أسوار القسطنطينية يدفن رجل صالح، فأرجو أن أكون هو. فمات رضي الله عنه في الشام، حمل على النعش اتجاههم إلى القسطنطينية. وصل الخبر إلى هرقل إن يزيد يغزوه برجل ميت. فوصل الخبر إلى هرقل فقال يا يزيد أين دهاؤك ودهاء أبيك تغزوني برجل ميت؟ فأرسل يزيد رسالة قال هرقل هذا الرجل الميت صاحب رسول الله، وأوصى أن يدفن تحت أسوار القسطنطينية، وأنا أتيت حتى أنفذ هذه الوصية. ووصلت الرسالة إلى هرقل، هرقل أرسل رسالة إلى يزيد قال يا يزيد لو دفنتموه لنبشنا قبره ورميناه للكلاب. فأرسل يزيد رسالة والله الذي لا إله غيره لو أخرجتموه من قبره لا أدعن في ديار المسلمين نصرانيا ولا كنيسة. ووصلت الرسالة إلى هرقل وكتب وعبد المسيح إن لم أجد من يدفنه لأدفنه أنا بيدي. فدفن رضي الله عنه صاحب رسول الله، وهو من بني النجار أخوال المختار صلى الله عليه وسلم، فنال هذا الشرف فدفن عند أسوار القسطنطينية، فهو رجل صالح.
وعمرو بن العاص رضي الله عنه هذا الداهية. من عمرو بن العاص؟ صاحب رسول الله، وداهية من دهاة العرب. هذه المناطق التي نحن نعيش فيها، الخليج، خليج عمان والإمارات وعمان، كلها في صحيفة عمرو بن العاص. كلنا في صحيفة من؟ عمرو بن العاص. لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمان فدخل في صحار وأخذ الإكرام. ما هو شغله؟ إكرام. ملوكهم ثلاث ملوك، فأكرموا الملوك فتأثروا من إكرامه. وقال رسول الله: رحم الله أهل الغبيراء آمنوا بي ولم يروني. وكلهم آمنوا بحكمة من؟ عمرو بن العاص. فعمرو بن العاص أخذ معه القصواء. من القصواء؟ ناقة رسول الله. فلما دخل الصحار كانت معه القصواء. كم بركتها! المكان الذي بركت فيه الآن موجود فيه مسجد السلطان. هذا مكان مبرك ناقة القصواء. فهذا الداهية رضي الله عنه، هذه المنطقة كلها دخلت الإسلام في صحيفته، عمرو بن العاص. ومصر كلها. لما وصل عمر رضي الله عنه في الشام، ولما دخل بيت المقدس، أول من دخل بيت المقدس في هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل الثاني الذي دخل بيت المقدس هو عمر بن الخطاب. ولما دخل بيت المقدس سقط على الأرض وأخذ يبكي بكاء الطفل رضي الله عنه. فأتاه عمرو بن العاص وقال: يا عمر، رأيي أن نفتح مصر. قال: كم تريد؟ قال: 10,000 رجل. قال: خذ. ولما توجه تجاه مصر تشاور الصحابة فقال: يا عمر، أرسلته إلى مصر وهناك ألوف مؤلفة 10,000، رأيي أنا يرجع. فعمر أرسل مرسوله خلف عمرو، وعمر من الدهاة علم أن مرسول عمر خلفه، فأخذ عمرو يجري بأقصى ما عنده من السرعة ومن معه، والرسول يجري خلفهم حتى دخل ديار مصر. فوصلت الرسالة من عمر بن الخطاب مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، إذا دخلت مصر فامضي، وإن لم تدخل فارجع. دخل. المنطقة التي دخل فيها تسمى الآن العريش، سميت مساء العيد. مساء العيد يعني هذا مساء العيد الذي الله فتح فيها الرحمة والهداية في مصر. وأصبحت مصر 25 هجريا في صحيفة من؟ عمرو بن العاص. المصريين اليوم كم عددهم يا جماعة؟ 90 مليون، كلهم صلوا العصر. كم صلاة في صحيفة عمرو؟ لا ينقص من أجورهم شيئا. ورويبع الأنصاري رضي الله عنه في ليبيا في البيضاء. وأبو زعمة الأنصاري حلاق النبي صلى الله عليه وسلم في تونس. وعقبة بن نافع وأبي مهاجر في الجزائر. وأم حرام الأنصارية، أم حرام الأنصارية هي خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رضعت مع أم النبي. كان رسول الله نائم في بيته فاستيقظ ثم تبسم. قالت: يا رسول الله، أضحك الله سنك، ما الذي أضحكك؟ قال: رأيت في الرؤيا ناس من أمتي يركبون البحر كأنهم ملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت وهو من النقباء في خلافة عثمان رضي الله عنه في أول غزوة بحرية بإمارة معاوية. يا جماعة، هذه المرأة كم عمرها؟
رضعت مع أم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة عثمان مرأة في 100. قالوا أنت مرأة معذورة، قالت لا، وعدني رسول الله. وخرجت من المدينة حتى وصلت قبرص، أول غزوة بحرية. نعم. فسقطت من على الراحلة، فكتب الله لها الشهادة. قبرها يسمى قبر المرأة الصالحة. أول شهيدة في الإسلام سمية، امرأة. أول شهيدة البر امرأة سمية. ما هي الشهادة؟ تمحو ذكرك لإحياء ذكره، الله يحيي ذكرك. وأول شهيدة في البحر امرأة. أول شهيدة في البحر امرأة، أم حرام. فحكمة الله إن الله جعل الشهداء في هذه الأمة نساء، شهيدة البر شهيدة البحر، وهذه كرامة الله لهن. كما الرجال قاموا النساء قاموا. هذه الأمة رجال ونساء الله حركهم بنسبة الدين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الجميع تحركوا، الجميع بسببه نزل القرآن. أم شريك رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها نفس السؤال سألوا، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل للرجال لا ينزل للنساء؟ فنزلت الآيات إن المسلمين والمسلمين والمؤمنين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قولي. هذا مستوى 10 صفات بين الرجال والنساء، هذا مستوى إلى أعلى مستوى، والذاكرين الله كثيرا أعلى مستوى. فبسبب النساء القرآن ينزل، لأن الرجال والنساء تحملوا مسؤولية الدين، فالجميع الله أعطاهم. فهذا الدين العظيم أساسه هذه الأمة التي حملت هذه المسؤولية، والذي حمل المسؤولية الجميع. رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم قام، ومن قام معه؟ الذي قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البيت. على وجه الأرض بيت واحد مسلم، على وجه الأرض بيت واحد، فما وجدنا غير بيت من المسلمين كافي لهداية العالم. الآن كم بيت مسلم على وجه الأرض؟ أكثر عن 1.5 مليار بيت مسلم، صح؟ كله ببركة بيت خديجة. كم بركة في هذا البيت؟ هذا أول بيت. من كان يسكن في هذا البيت؟ خديجة رضي الله عنها، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أم أيمن الحبشية، زيد بن حارثة، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. هذا البيت المبارك في أول يوم كلهم قبلوا الحق، وأصبح أعظم بيت على وجه الأرض. والرحمة والهداية انتقلت من هذا البيت على يد من؟ خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها أكبر من رسول الله في السن، تزوجها عمرها 40، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 25. ولما أتت المسؤولية رسول الله 40 وهي كم؟ 5. الله كملها من كل وجه، لأنها هذه المرأة عليها مسؤولية حمل الدين لكل العالم. إذا أراد المال أو وجدك عائلا فأغناك بمال خديجة، أطهر مال في مكة. إذا أراد الأبناء رزق منها بالأبناء. إذا أراد الحكمة هي صاحبة الحكمة. إذا أراد الرأي هي صاحبة الرأي. فالله جل وعلا اصطفاها من النساء وجعلها هي أساس هذه الأمة. دائما الأساس لا يرى ولا يعرف. هل الأساس يرى؟ فهذا الأساس العظيم كلنا في صحيفته. فأصبحت خديجة رضي الله عنها هي أول من آمن برسول الله،
فنالت السابقية، هي سبقت الأمة كلها في الإيمان، وهي أول من توضأ وصلى مع رسول الله ركعتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف ثلاثة، صلى خلف جبريل لما علمه الصلاة، وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وقبل الوفاة صلى خلف أبو بكر. وأول من صلى خلف رسول الله هي خديجة رضي الله عنها، ورضي الله عنها هي أول من سمع القرآن يتلى من لسان رسول الله. كم إيمان دخل في هذا القلب. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. وهي رضي الله عنها أول من قامت بالدعوة. كل هذا البيت قبل الإسلام، أقرب بيت لبيت خديجة بيت أم الفضل زوجة العباس، فدخلت الإسلام قبل العباس رضي الله عنه. ثم فاطمة بنت الخطاب، فاطمة بنت الخطاب دخلت الإسلام قبل عمر بن الخطاب. ثم سعدة بنت كريس خالة عثمان دخلت الإسلام قبل عثمان رضي الله عنه. ثم سمية رضي الله عنها. فأصبح في صحيفة خديجة رضي الله عنها الخلفاء. في صحيفة خديجة من؟ عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه. فأصبحت هي أم المؤمنين رضي الله عنها. وهي رضي الله عنها أول ما أتى لها سلام مخصوص. نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة منه السلام. فقالت خديجة رضي الله عنها: الله هو السلام ومنه السلام وإليه يرجع السلام، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وعلى جبريل السلام. دعاءنا بعد كل صلاة دعاء من هذا؟ دعاءنا بعد كل صلاة ماذا يقول؟ اللهم السلام ومنك السلام وإليك. هذا دعاء أمنا خديجة، هي أول من دعت به، وهي أول من حيت السلام باسمه السلام. فأصبحت بركتها معنا في كل صلاة. وهي رضي الله عنها أول مبشرة بالجنة في هذه الأمة، بشرها رسول الله بقصر من الجنة بالجنة. وهي رضي الله عنها أول قبر نزل فيه رسول الله وقبرها. رسول الله في هذه الأمة نزل في 6 قبور، 4 من النساء ورجلين صحابيين، ولكن أول قبر نزل فيه رسول الله هو قبر خديجة، واضطجع في قبرها ودعا لها الله. ولما رجع إلى فاطمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أين أمي خديجة؟ قال: يا فاطمة أمك خديجة في الجنة بين آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، مع النساء الكاملات. كما الله جعل رجال كمل جعل نساء كمل، فهي وصلت إلى هذا المستوى. فالله حمل المسؤولية رجالا ونساء. 13 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يتجول على الناس، من معه؟ الكل كان يخاف. بداية الإسلام الضعفاء والبسطاء. عمرو بن عبسة لما سأل رسول الله: من معك على هذا الأمر؟ قال: معي عبد وحر. فالحر أبو بكر والعبد من؟ بلال. قال: أنا رابعكما. فأصبح عمرو بن عبسة رابع 4 في الإسلام. قبره موجود في حمص مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. فما كان أحد يستطيع يظهر بالدعوة إلا من؟ إلا رسول الله. كان رسول الله يتجول، ومن يتجول معه؟ لا يتجول معه رجال، تتجول معه فاطمة. لذلك فاطمة أخذت الشطر الأكبر من محبة رسول الله، حتى قال: فاطمة بضع مني.
ثم قال يا فاطمة إن الله ليغضب لغضبك ويفرح لفرحك. يا فاطمة من أغضبك فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله. كان رسول الله يتجول وهي تتجول معه. وهل تجول رسول الله بالإكرام؟ لا والله. قام رسول الله في يوم من الأيام أمام الكعبة يدعو قريش حتى ارتفعت الشمس، وهم مجتمعون، منهم من يحث التراب في وجهه صلى الله عليه وسلم، ويستهزئون ويغمزون ويلمزون، وقالوا ساحر وكاهن ومجنون صلى الله عليه وسلم، والغبار في وجه رسول الله. فبكت فاطمة ومسحت الغبار عن وجهه ثم بكت. قال يا فاطمة لا تبكي. قالت يا أبتي يا رسول الله شحب لونك وخلولقت ثيابك واغبرت لحيتك. قال يا بني لا تبكي، إن الله قد أعد أباك لأمر عظيم، وسيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل النهار، ولن يكون بيت حجر أو شجر إلا أدخل الله فيه الإسلام بعز عزيز أو بذل ذلل. وفي موقف آخر كان رسول الله ساجدا تحت الكعبة، رأسه أشرف رأس الكعبة، أشرف مكان، السجود أعظم هيئة. فأتى عتبة الفاسق ووضع النجاسة على ظهر رسول الله، فأتت فاطمة رضي الله عنها وأزالت النجاسة عن ظهر رسول الله. ف13 سنة فاطمة مع رسول الله في مكة، 10 سنوات فاطمة مع رسول الله في المدينة. ففاطمة أخذت القسم الأكبر من المحبة رضي الله عنها. الحسن والحسين كانوا أطفال أصابهم المرض الحمى، فنذر علي وفاطمة إن شفاهم الله يصوموا 3 أيام، فشفاهم الله جل وعلا. فالآن النذر. علي رضي الله عنه كان كاتبا للوحي، أكثر وقته مع رسول الله للكتابة. ففاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى بيت يهودي تشتغل، ما هو شغلها؟ تطحن. هي من أمها؟ مال خديجة مال خديجة في كفة، مال قريش في كفة، ولكن هي تشتغل. أمها أي مقام لها؟ هذا المقام العظيم عند رب العالمين. أبوها من؟ مسك الختام وسيد الأنام، حبيب رب العالمين، جعل ذكره في ذكره، واسمه مع اسمه، وطاعته في طاعته، ومحبته من محبته، وإجلاله من إجلال الله العلي العظيم. الله جل وعلا جعل فضله على كل أحد، وهو خير من كل أحد. فأمها سيدة نساء العالمين، وأبوها سيد البشر والبرية، وزوجها سيد العرب، وعمها سيد الشهداء، وأبنائها سيدا شباب أهل الجنة. ولكن تشتغل. وجمعت رغيف، شغل اليوم رغيف واحد، فعدت الرغيف. أذن المؤذن، الطارق يطرق، وإذا مسكين. قال علي رضي الله عنه يا فاطمة أعطيه المسكين. فطورهم على الماء. اليوم الثاني فاطمة رضي الله عنها تذهب وتشتغل، فجمعت رغيف واحد. اليوم الثاني أعدت الإفطار، المؤذن يؤذن، الطارق يطرق الباب، وإذا يتيم. حاجة اليتيم أعظم من حاجة المسكين. فقال علي يا فاطمة أعطيه. سحور ماء، فطور ماء. اليوم الثاني. اليوم الثالث تمشي وتشتغل، ثم جمعت رغيف واحد. أعدت الرغيف، أذن المؤذن، طرق الطارق، وإذا رجل كافر أسير. قال يا فاطمة أعطيه الأسير. 3 أيام. فورا نزل جبريل ويطعمون الطعام على حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله
لا نريد منكم جزاء ولا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم وجزاهم بما صبروا. كم صبروا؟ جنة وحرير ولقاهم نظرة وسرورا كما نظروا في وجه المسكين واليتيم والكافر بنظرة السرور، الله ينظر لهم يوم القيامة بنظرة السرور. فهذا العطاء لما كان في حياة الصحابة نساء ورجال القرآن كان يتحرك بسببهم. القرآن ينزل بسبب النساء. أم شريك العامرية رضي الله عنها هذه من السابقات في الإسلام، فلما دخلت الإسلام كانت تشتد على نساء قريش. كفار قالوا هذه المرأة أفسدت النساء، أخرجوها إلى قبيلتها، ولما وصلت قال هذه مرأة مؤمنة وتدعو الناس إلى الإيمان، خافوا أن بدعوتها تفسد النساء، ففي الطريق منعوا عنها الماء فربطوا يداها ورجلاها، ألقيت في الصحراء، حر الهواء، حر التراب، حر الصحراء، 3 أيام. قراب الماء كلها مغلقة وهي مربوطة. اليوم الثالث تقول في الرواية كأن السماء فتحت ونزل دلو من السماء فشربت وارتويت. ولما جو قومه إليها قالوا من الذي سقاك الماء؟ قالت الله. قالوا إن الذي سقاك أحق أن يعبد. كل قبيلة بني عامر دخلوا الإسلام بسبب امرأة. هذه المرأة الله أنزل فيها القرآن وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي، الله وصفها بالمرأة المؤمنة، هي المرأة المؤمنة. فبسبب النساء القرآن كان ينزل، لأن نساء هذه الأمة حملوا مسؤولية كبيرة. وأعظم امرأة حملت مسؤولية هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها صورة مطابقة من صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص لما سأل رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة في لحاف رسول الله، قال رسول الله يا فاطمة أتحبين ما أحب؟ قالت نعم، فأشار إلى عائشة قال حبي هذه. عائشة رضي الله عنها مع فاطمة، فاطمة أكبر من عائشة في السن، فعائشة أصغر من فاطمة، كانت معها، فقالت عائشة يا فاطمة إذا دخلنا الجنة فأنا أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تكوني مع علي. فحزنت فاطمة، فقامت عائشة وقبلتها على رأسها، قالت يا عائشة ليتني كنت، يا فاطمة ليتني كنت شعرة من شعرات رأسك. هذه من؟ هذه أم المؤمنين تتمنى أن تكون شعرة. كم تواضع في أمهات المؤمنين. فعائشة رضي الله عنها خرجت من بيت الصديق. خرجت من أي بيت؟ بيت الصديق. ومن الذي رباها؟ رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلت للأمة كل خير. كل الخير الموجود في الأمة هو من عائشة رضي الله عنها. وكان بيتها مدرسة، بيت أم المؤمنين مدرسة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة فأتت له بالقديد، فدخلت امرأة صليطة اللسان، قالت أنت رسول الله تأكل كما يأكل العبد؟ قال ومن أعبد مني؟ فمد يده قال خذي فكلي، قالت لا أأكل إلا الذي في فيك. فأخرج رسول الله اللقمة وأعطاها، فما وضعت اللقمة في جوفها إلا اغشاها الله الحياء والحشمة، وما تكلمت كلمة سوء حتى ماتت. فأصبح بيت أم المؤمنين مدرسة للأخلاق، مدرسة للمحبة، مدرسة للرحمة.
أهل المدينة إذا كانت ليلة عائشة رضي الله عنها كانوا يأتوا بالهدايا والعطايا، الهدايا والعطايا، لأن أحب الليالي إلى رسول الله. فأمهات المؤمنين قالوا: لماذا عائشة؟ لماذا لا يكون لنا الهدايا والعطايا؟ فتشاوروا من يتكلم مع رسول الله، قالوا: أم سلمة. فذهبت أم سلمة قالت: يا رسول الله، لماذا عائشة؟ لماذا عائشة؟ قال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لا ينزل في لحافكن إلا في لحاف عائشة. فكم مقامها رضي الله عنها، كم مكانها رضي الله عنها. كان نصيبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام في الشهر، 9 زوجات، فنصيبها كم؟ 3 أيام في الشهر. لكن 3 أيام في الشهر هي حملت كل شيء لهذه الأمة. أي عمل رأته من رسول الله طبقته. رأيت رسول الله يصلي الضحى في بيتي 4، فما كانت تترك صلاة الضحى 4. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، ما هذا الحديث؟ على النساء جهاد لا قتال في الحج، فما تركت الحج حتى ماتت. كم حجة حجت؟ لا، 50 حجة، لأن عائشة عاشت بعد رسول الله 50 سنة، فما تركت الحج 50 سنة. رسول الله كان يصوم الدهر، كان يصوم الوصال، هي كانت تصوم الوصال، لا تفطر إلا في العيدين. يعني في السنة كم يوم تفطر؟ 2 في السنة تفطر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة، ينفق. صفوان بن أمية أعطاه 100 من الإبل، ثم زاده 100، ثم زاده 100. شرح الله صدره، قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا الإعرابي يمشي مع رسول الله وينظر، نظر إلى الغنم، قال: يعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: هو لك. يأتي السائل فيحثو في ثوبه، يحثو المال حتى لا يستطيع أن يحمل. ما رد أحدا عطاء. هذا العطاء تمثل في أم المؤمنين. معاوية رضي الله عنه، عطايا معاوية 100,000، عطايا بن الزبير 70,000، عبد الله بن الزبير. عروة رضي الله عنه كان يقول: رأيت أم المؤمنين تقسم 70,000 وهي ترقع درعها. وأنفقت نفقة حتى ما وجدت ما تفطر عليه. ووقت الإفطار أتى السائل، قرص واحد. خادمتها ثويبة، قرص واحد. فأتى السائل، قالت: أعطيه. لا يكمل إيمان المرء حتى يكون ما في يد الله أوثق مما في يده. ففطرت على الماء ثم صرت، ثم أتى السائل، أتى رجل يطرق الباب، وإذا شاة مصلية مكفنة بالخبز. تفضل. فلما جت عائشة قالت: من جاب هذا؟ يا أم المؤمنين والله لا أدري. قالت: يا ثويبة، هذا خير من قرصك. فكانت تعلم الأمة إنفاق. في موسم الحج كان يحجب لها الحجر، والناس تأتي من العالم تأخذ من الدين. يا أمنا ما رأيك؟ يا أمنا ما رأيك؟ تعلم الأمة وتعطي العطاء. في نذر واحد اعتقت 100، اعتقت 40 رقبة، اعتقتها في نذر ابن الزبير 40 رقبة. في حياة هؤلاء النساء حفظوا الدين وحملوا الدين. روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2220 حديث. علم الصحابة في كفة، علم عائشة في كفة.
كبار الصحابة يرجع لها في الفتوى رضي الله عنها. في 17 رمضان مرضت رضي الله عنها، واستأذن عليها عبد الله بن عباس فأذنت له. ولما دخل عبد الله بن عباس قال: يا أماه أبشري، يا أماه أبشري. قالت: بما؟ قال: ليس بينك وبين رسول الله والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، ومات رسول الله وهو عنك راض، وتزوجك رسول الله بوحي من الله، وأنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات، ووصفك في كتابه الطيبون للطيبات، ووعدك بمغفرة وأجرا عظيما، ومات رسول الله في يومك وفي بيتك وفي حجرك وبين سحرك ونحرك. قالت: يا ابن عباس إليك عني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ثم استأذن عليها ودخل عليه عبد الله بن الزبير. قال: يا أماه تدفني في الحجرة. هذه الحجرة ما فارقتها 50 سنة، وما كان فيها سراج يسرج، ولكن الأقمار ال3 نزلوا فيها قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى ال3 أقمار نزلوا في الحجرة. وكان أبو بكر معبل الرؤى. قال: يا بني إن صحت رؤياك فسيدفن في هذه الحجرة خير أهل الأرض. ولما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة هذا هو أول أقمارك. هذه الحجرة المباركة هي بداية الحشر. يقول عبد الله بن عمر: دخل رسول الله علينا المسجد ونحن جلوس، وكان عن يمين أبو بكر وعن يسار عمر، مسك أيديهما ثم رفعهما، قال: هكذا نبعث يوم القيامة. فهذه الحجرة المباركة بداية البعث. أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر ثم عمر. فأول ما يبعث الخلق من هذا المكان، ثم أهل المدينة، أهل البقيع، ومنهم 70,000. قال: ربي زدني، فأعطي مع كل واحد 70,000. وقال العلماء: ليس مقصود العد 70 العد، مقصود النسبة، أي هذه الأمة 2/3 أهل الجنة، 2/3 أهل الجنة. فمقصود 70,000 ليس عددا 70، أي فنسبة، فالنسبة هي 2/3. فلما دخل عليها عبد الله بن الزبير قال: يا أماه تدفني في الحجرة. قالت: لا، حتى لا أزكى به، تواضعا من أم المؤمنين، تواضعا منها. في عهد التابعين أتى صحابي تابعي قال: يا أماه أسألك عن هذه الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قالت: يا بني وأما الظالمون فأنا وأنت، وأما السابقون فهذا رسول الله ومن معه. والله هذا تواضعا من أم المؤمنين. فهذه الأمة رسول الله حركها كلها بنسبة الدين، الرجال والنساء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلما تحركت الأمة كلها بهذه النسبة، الله فتح باب الرحمة العالمية، الله فتح باب الخير العالمي. وكل إنسان الله جل وعلا أعطاه هذا الميراث، ميراث النبوة. في الشريعة الميراث حق لجميع الورثة. فهذه الأمة أعطيت عطايا ربانية. العطية الأولى الخلافة الربانية، العطية الثانية الوراثة القرآنية، العطية الثالثة النيابة النبوية، العطية الرابعة السيادة العالمية. كنتم خير أمة أخرجت الناس. هذه العطايا خاصة لهذه الأمة لها، وأكرمت بها. فكيف تكون لنا نسبة في هذه الأيام المباركة؟ نسبة.
هذه ناقة رسول الله لها نسبة في الدين ولها بركة، وهي ناقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة أبو بكر رضي الله عنه أعد له راحلتان. هذه الراحلة اسمها القصواء، اشتراها رسول الله بالثمن 400 دينار، عمرها 4 سنوات. هذه القصواء بيضاء وصفراء، مزيج بين البياض والصفار، والبياض يغلب عليها. كنا مع أهل الإبل فأخبرناهم عن شكلها. قال اسمعوا، أكثر الإبل الذي تفوز بالجوائز السباق الأولى هي نفس الشكل. قلت الله أكبر، تشبهوا بها فنالوا شرف السبق، فكيف لو تشبهنا به؟ وهي الذي تحصلت على البركة، حملت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ودخلت في هذا اليوم العظيم الذي قال فيه أنس: لما دخل رسول الله المدينة أنار منها كل شيء. فلما دخلت كل المدينة في الاستقبال، نساؤهم رجالهم كبارهم صغارهم وديانهم سهولهم جبالهم، المدينة كلها تستقبل، والناس كلها حولها، وهي تشق الصفوف، ورسول الله يقول: دعوها فإنها مأمورة. من الذي أمرها؟ لما الله ذكر ناقة صالح عليه الصلاة والسلام نسبها إليه، قال: ناقة الله وسقياها. فهي ناقة الله، كما البيت بيت الله، والرسول رسول الله، والكتاب كتاب الله، فالناقة ناقة الله. فهذه الناقة لما دخلت تأتمر بأمر من؟ مأمورة. فمشت ثم بركت، ثم قامت، ثم تحركت، ثم بركت. المبرك الأول هذا هو مسجد رسول الله. يا جماعة، في مكان في الصف الأول؟ كم بركة في الصف الأول؟ ثم تحركت ثم بركت. المبرك الثاني هذا بيت رسول الله. مكانين مهمات: مكان المسجد، مكان البيت. هي التي خرج بها رسول الله في بدر، خرجت معه ونال نصر الله في بدر، وركبها زيد بن حارثة إلى المدينة يبشر أهل المدينة بنصر الله إلى رسول الله. وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكانت مع رسول الله تحت الشجرة، ونالت الشرف، شرف السكينة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء الذي بايعوا تحت الشجرة هنا نزلت: إنا فتحنا لك فتحا. نزلت هذه السورة المباركة، فأصبح عدد كلمات السورة بعدد الذي بايعوا تحت الشجرة. الذي بايعوا تحت الشجرة 1447 عدد المبايعين، عدد كلمات السورة. فسميت هذه السورة المباركة سورة الفتح، فيها 11 نوع من الفتوحات الربانية لأمة النبي. آخر فتح ليظهره على الدين كله، فهي معه في الشرف. كم الكرم يا جماعة! وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وطاف بها البيت ومعه عصا ويقول: وقل جاء الحق والباطل والأصنام تسقط. وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي حجة الإسلام وحجة التمام وحجة التبليغ، تسمى حجة البلاغ، حجة التمام، حجة الإسلام. ورسول الله تأخر في الإفاضة، تأخر الإفاضة. والذي حوله كل بنو هاشم، 6 الذي أشبه الناس برسول الله، كلهم كالأقمار، وكلهم يريد الشرف، ولكن رسول الله ما حمل أحد.
تأخر لأجل واحد. من هذا؟ أسود اللون، ضعيف القامة. من نال الشرف؟ أسامة بن زيد. الله أكبر، كم الشرف يا جماعة، والله كم الشرف. فطاف بها رسول الله البيت 7 أشواط. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنت على رسول الله، لا تأكل ولا تشرب، وماتت بعد رسول الله. خدمت ولا ما خدمت؟ خدمت يا جماعة ولا ما خدمت؟ الله خدمت. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة على ناقة من ياقوتة بيضاء، زمام الناقة في يد بلال رضي الله عنه. هذا الشرف، هذا العطاء. لذلك المؤمن والمسلم في هذه الأيام المباركة يسارع حتى يكتب اسمه. كل إنسان منا له كتابين، كل واحد له كتاب. الكتاب الأول خاص بك، وكل إنسان ألزمناه طائره، هذا خاص بك. الكتاب الثاني يوم تدعى كل أمة إلى كتابها، كتاب الأمة. كل أمة لها كتاب. هذا الكتاب ما الذي يكتب فيه؟ ما هو عملك للأمة. كل أمة لها كتاب. هذا كتاب الأمة أول سطر فيه من هو؟ رسول الله، هو الذي عطى الأمة، له الفضل على كل أحد، وهو خير من كل أحد، وهو الرحمة المهداة، اسمه في الأعلى. ثم من بعده؟ أبو بكر رضي الله عنه، وأنا أول المسلمين، هذا رسول الله. الاسم الثاني في هذا كتاب الأمة الصديق، لأنه هو ثاني المسلمين، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وثاني اثنين في بئر أريس، وثاني اثنين في المحبة، وثاني اثنين في القبر، وثاني اثنين عند الحوض، وثاني اثنين في الجنة. هذا كتاب الأمة. وثم بعده من؟ عمر بن الخطاب. ثم بعده من؟ عثمان بن عفان. ثم بعده من؟ علي بن أبي طالب. ثم بعده العشرة المبشرة. ثم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أهل بدر، من أهل بدر. ثم بقية الأمة. لذلك نسارع حتى يكتب اسمنا في هذا الكتاب. ولو كتبنا في السطر الأخير، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا الشهر المبارك وهذه الأيام والليالي المباركة هذه عطايا من الرحمن، ويا باقي الخير أقبل عليها. خذ مقامك، خذ مكانك عند ربك، واحمل هذه الأمانة، الأمانة الذي الله جل وعلا كلف بها رسول الله، وما خرج إلا أدى حق الأمة، أدى حق الجميع صلى الله عليه وسلم. فما الآن ما هو حقنا؟ أن نتحمل هذه الأمانة والمسؤولية. فهذا الدين وهذه الأيام المباركة وهذه الليالي المباركة، كيف كل منا يقدم اسمه في هذه الليالي حتى يقبل عند الرب جل وعلا. فهذه أيام قبول، أيام عطاء، والذي عنده يؤخذ بالطلب، على قدر ما تطلب يعطي. لذلك الصحابة رضي الله عنهم الله وصفهم صادقين. هم من؟ صادقين، لأنهم صدقوا في الطلب. والله طلب من جميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا كونوا معهم. والعطية الكبرى أن نكون معهم، لأنهم الله قدمهم في كل شيء. هم دائما في المقدمة. عند الحوض من الذي يسقيك؟ السقيا عند الحوض 3 أنواع:
السقيا الأولى سقية رب العالمين وسقاهم ربهم شرابا، هذه السقيا الأولى. السقيا الثانية سقية رسول الله. السقيا الثالثة سقية أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي والعشر المبشرة. الله أكبر. كما سقوا الأمة هنا يسقون الأمة هنا. ودرجات الرؤيا، هذه درجات السقيا. درجات الرؤيا، درجات الرؤيا درجة أولى وفيها 5 مقاعد. المنابر يوم القيامة لهم كم؟ 5. من هؤلاء في المواجهة الأولى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظام الرؤيا. ثم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم موسى عليه الصلاة والسلام، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم نوح. 5. ثم بعدهم الرسل 313. ثم بعدهم في ترتيب الرؤيا الأنبياء. ثم بعدهم العشر المبشرة. ثم بعدهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم بعدهم بقية الأمة. كرامات السقيا كرامات الرؤيا. لذلك في الحديث للمؤمن فرحتان عند فطره وعند لقاء ربه. هذه الفرحة الصغرى عند الفطر يا جماعة، في واحد وقت الإفطار زعلان؟ هذه الفرحة الصغرى الله يعوضك بفرحة كبرى، لأن المؤمن عنده 4 لقاءات بربه. كما المؤمن قلنا في البداية له 4 جنان، فله 4 لقاءات. اللقاء الأول في كل صلاة، إذا قال العبد الله أكبر الله يأمر الملائكة اكشفوا الحجاب بيني وبين عبدي، فالله يقبل على العبد ما أقبل العبد عليه. اللقاء الثاني عند الموت، من أحب لقاء الله أحب الله لقاؤه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاؤه. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كلنا نكره الموت، قال ليس ذلك عائشة، إنما المؤمن إذا أتاه الموت بشر برحمة الله وبرضوان الله وبجنة الله، فأحب لقاء الله أحب الله لقاؤه. اللقاء الثالث يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، هذا اللقاء الثالث. اللقاء الرابع وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظر. هذه عطايا من الرحمن. لذلك في هذه الأيام والليالي يا أخوان الكرام كلنا نجدد النية، إنما الأعمال بالنية. فننوي نية الدين، كل الدين في كل العالم إلى قيام الساعة. نويتم إن شاء الله كل الدين في كل العالم الأمة من هذا الخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن سمعنا ما شاء الله هذا الكلام من الشيخ الفاضل الشيخ محمد ملا، أحسن الله إليه، جزاه الله عنا خير الجزاء. وهذه وظيفتنا، وظيفة الأمة. ما هي وظيفة الأمة؟ أن كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنأخذ هذا الكلام الذي سمعناه ونتحرك به في العالم، لأن الله عز وجل جعل خاصية لمن يبلغ الدين، خاصية لمن يدعون إلى الله. الذي يدعو إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى تكون معية الله معه، نصرة الله معه، قوة الله معه، قدرة الله معه، يكون دعاه مستجاب، عمله مقبول مباشرة، لأنه إيش؟ داعي. الداعي الله معاه. أما العابد هو مع الله، العابد هو مع الله، لكن الداعي الله معاه. إنني معكما أسمع وأرى. فكيف نحن نكون كلنا تكون معية الله معنا؟ كيف تكون معية الله معنا إذا نحن كنا دعاة؟ نأخذ هذه المسؤولية ونتحرك بها، لأن هي المسؤولية الحقيقية
التي سلمنا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ما آتاكم الرسول فخذوه. إيش أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام الذي نحن نسمعه هو الذي أعطانا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذناه نحن نفرح بلقاء الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الرحمة، أعطانا الرحمة وجعلنا كلنا، هو الله عز وجل جعله رحمة للعالمين، وجعلنا كذلك في هذه الأمة كلنا رحمة لبعضنا، نرحم بعضنا. الرحماء يرحمهم من؟ الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كيف نرحم الناس؟ نرحم الناس بإنقاذهم من الظلمات إلى النور. نأخذ بأيديهم، نأخذ بأيديهم لأي مكان، نأخذ بأيديهم ليش؟ إلى الجنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله جميعا كلنا نكون إن شاء الله مستعدين. الله يوفقنا وإياكم جميعا، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني ما يسعنا أن نقول ما شاء الله مشايخنا قالوا كل شيء، ولكن بحكم الحمد لله المعيشة التي نحن نعيشها في أوروبا، فقط يعني إحساس بهذه النعمة، نعمة الإسلام ونعمة الدين، ونحن الحمد لله ولدنا مسلمين، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومن علينا. ولكن مع هذا ما نستطيع فعلا أن نعرف هذه النعمة وأن نقدرها حق قدرها وأن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، إلا إذا نحن فعلا قربنا من بيئة غير مسلمة أو عشنا مع ناس غير مسلمين وأسلموا. فأريد فقط قصة لا تستهلك دقيقتين أو 3 دقائق. أسلم عندنا شاب اسمه قبل كان اسمه ستيفان، ثم حول اسمه سليمان، وكان عمره في ذلك الوقت، يعني الآن كبر شوية ما شاء الله، تقريبا في 2000 كان عمره تقريبا 18 سنة 19 سنة، وكان رئيس لمجموعة موسيقية، وكان كل ليلة عنده حفلات، ويعني عنده من الأبواب الشهوات والملذات مفتوحة أمامه. أسلم، الله سبحانه وتعالى هداه. وجدته في المسجد عندنا في المركز تقريبا ما بين العصر، بعد صلاة العصر، ما بين المغرب والعصر، وحده مستلقي على الأرض. فدخلت فقلت له سليمان السلام عليكم، على فرشة المسجد وحده في المسجد. قلت له كيف حالك؟ قال الحمد لله. يتكلم الألمانية طبعا. قلت له ماذا تحس؟ أنت كنت قبل الإسلام حر، حرية مطلقة، ليس عندك حلال ولا حرام، ومشهور ومعروف وأموال ومطلوب في كل مكان، ليلة في باريس عنده حفل، ليلة في جنيف، ليلة في زيورخ، ليلة في كل أسبوع عنده محبين، عنده كذا. والآن أنت مسلم، الآن أجدك في المسجد وحدك مستلقي على فرشة، كيف إحساسك؟ وهذا الإحساس الذي نحن لا نحسه ولا نشعر به فعلا كمسلمين، النعمة هذه العظيمة التي أنعمها الله علينا. قال لي يا أخي رضا، قبل الإسلام جسدي نعم كان حر يتلذذ بجميع الملذات، وليس أمامي شيء اسمه حرام، بل أي شيء فيه لذة وفيه شهوة أنا يعني حر وتؤتى إلي وتساق إلي. ولكن كنت والله سجين الروح، سجين القلب. كل بعد حفل من الحفلات أرجع للبيت، ولما أدخل في بيتي وأكون وحدي أفكر في الانتحار من الضيق ومن الضنك ومن الخوف، لأني مستقبل مظلم، لا أعرف بعد هذا إلى أين، ظلام. قال فكنت أفكر دائما في أن أنتحر. قال الجسد حر لكن الروح في سجن وفي ضيق. قال سبحان الله، بعدما الله أكرمني بالإسلام الجسد محبوس، وهذا
السجن يعني سجن يعني لمصلحة الجسد، حرمت علينا بعض الأشياء لمصلحتنا، لمصلحة هذا الجسد لأنه ضعيف لا يتحمل، حرم علينا كذا كذا، ولكن كلها تعد على الأصابع. الجسد مسجون، ولكن والله لو أنا يعني أعطيك شوية إحساس من قلبي بالراحة والسعادة التي أحس بها الآن، أنا ما أظن أنك تتحمل. وبدأ يبكي، بدأ في البكاء. وهذا الميدان يا إخواني أن نعرف حقيقة الإسلام والله إلا إذا نحن تحركنا وخرجنا في سبيل الله، تحركنا وزرنا تلك الأماكن وخرجنا من هذه البيئة المباركة. فعلا هذه مباركة، ولكن كيف تزكى حينما نحن نبتعد عليها ونفتقدها ونرى ظلام وسواد يعيشه الناس، فنرى الفرق. فحينما نرجع نعرف هذه النعمة التي نحن فيها. وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فليس إلا من تمام التمام وكمال الكمال أن أضيف كلمة إلى ما تكلم به الإخوة الأفاضل. فالقرآن الكريم معانيه لا تنفد وعطاياه لا تنقطع، والنور إلى النور إنما هو زيادة في هذه السطور. ففي القرآن الكريم ذكر الله تعالى ذكرا خاصا بعد عام، وبيانا شاملا بعد بيان خاص. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذا عام لكل مؤمن استقام على هدي الله ونهج نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الخاص بعد ذلك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جاءت هذه الرسالة لتخص أولئك يتحملوا أعباء الرسالة وأعباء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إنها رسالة الأنبياء، تحملوا هذه الرسالة على كواهلهم فخرجوا بالنور ليبثوا هذه الرسالة في مشارق الأرض ومغاربها. وقد أفاض فضيلة الشيخ قبل قليل: أولئك خرجوا بالدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، فكانت قبورهم هناك وليست هنا، مدافنهم هناك وليست هنا، مع أنهم هنا كانوا في الجزيرة العربية لا يعرفون غير هذه الأرض، لكن أشرقت تلك الأرض بقبورهم بهم قبل قبورهم، وغابت معالمهم هناك في تلك الأراضي معالم نور وعطاء حتى الآن يتجدد بأسمائهم في تلك الأماكن نورا. لماذا خرجوا إلى تلك الأرض؟ خرجوا ليدعوا إلى الإسلام، خرجوا ليحملوا مشعل النور والهداية. إنهم لم يبجلوا أرضهم وقبيلتهم وأماكنهم على تلك الرسالة، بل علموا أن الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم إنما كانت للعالمين كافة. علموا أنها للناس أجمعين، فوصلوا بها إلى أدغال إفريقيا، وصلوا بها إلى السند والهند والصين وما وراء النهرين. ومن أولئك الناس بعد تلك الرسالة وجد بينهم من حمل الرسالة خير تحمل، فوجد أئمة العلم وأساطنة السنة وعلماء السنة وعلماء اللغة وعلماء الأدب وعلماء الفكر، وتحملوا الرسالة وعادوا بها إلينا مرة أخرى لنأخذها نحن هنا. من الإمام البخاري، من الإمام مسلم، من الترمذي، من النسائي، من ابن ماجه، من ابن داود، من أولئك العلماء كلهم جاءوا من تلك الأرض مرة أخرى. من سيبويه إمام النحو جاء من تلك الأرض مرة أخرى إلى هنا يحمل مشعل العلم والعطاء. لو بقينا في دعوتنا كما فهمنا نحن أن نبقى هنا لما خرج العلم إلى ذلك المكان، لبقي العلماء هنا وماتوا هنا. لقد رأينا في مشارق الأرض ومغاربها حين خرجنا تلك البلاد، رأينا أناس يحملون الدعوة ويدعون للتوحيد وللإيمان وللصلاح، وليس لهم مناصر إلا الله، لا يعرفهم أحد، مجهولين. فوجدنا شخصا يبكي يقول: أنا هنا في هذه الأرض 40 سنة لم أجد شخصا يناصرني إلا أنتم الآن وصلتم لأول مرة في هذه الأرض.
لماذا؟ قال لي 40 سنة أدعو إلى هذا الشيء لا يعرفني أحد، يقول أنت نبي جديد، يقول لك أنت نبي جديد. لماذا؟ ما يعرفون هذه الدعوة، ما يعرفون هذا الدين. كلما أكلم يقول أنت تأتي بالدين الجديد. إن وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا أشخاص في إفريقيا عراة لا يلبسون شيئا، جلدا فوق عورتهم فقط، لا يعرفون الدين مجرد طقوس وطبول ومزامير. ما هذا؟ قال هذا الدين، هذا الإسلام الذي جاءنا به، جاء أجدادنا به. من علمهم؟ ما يعرفون الدين. إذا لم نصل نحن بالدين إليهم متى يصل الإسلام إليهم؟ فإذا على الأقل إن لم نذهب نحن إليهم ونوصل الدعوة إليهم، على الأقل أن ندعو لأولئك الدعاء، أن نعضدهم، أن نساندهم، أن لا نقف في طريق الدعوة إلى الله تعالى. إن لم تكن مساندا أو داعيا بنفسك، على الأقل أن تدعو لهم بخير، أن تدعو لهم بالتوفيق، أن تساندهم، أن تشعر بمشاعر. أما تعيش في متقوقع في صدف منعاج بعيدا عن الدعوة، لا تعرف إلا مجرد أبطال كرة القدم أو أبطال كأس العالم أو أبطال كذا، ولا تعرف ما هي الدعوة وما هو الدين، كما يعيش بعض الناس اليوم في عالمنا، هذا ما يجوز. نحن حملة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن أبناء الصديق وأبناء عمر وأبناء عثمان بن عفان وأبناء الصحابة الراشدين، يجب أن نتحمل هذه الرسالة. كما قال أخي قبل قليل، هناك أناس لا يعلمون ما هو الدين، يجب أن نعلمهم ما هو الدين، يجب أن نعرف ما هو الإسلام. إن لم ينظر إليك الناس في تلك البلاد لأنك القدوة، يا من جئت من بلاد العرب فضلا عن بلاد المسلمين، بلاد الجزيرة العربية، أنت قدوة، سلوكك عبرة. كنا في بعض المناطق في العالم الإسلامي إذا ذهبنا إليهم يتبركون بنا، يتمسحون بنا. أصبحنا الآن إذا ذهبنا بعض المناطق ربما يلعن بسلوكنا المنحرف مع الأسف. في بعض البلاد كانوا يتبركون بنا من المدينة بركة، في بعض المناطق الآن نلعن، سلوكنا أصبح منحرف مع الأسف الشديد. وأقول هذا الكلام بيننا، لأن نذهب من أجل ماذا؟ الزمر والطبل والبنات والنساء والغناء. كنا نذهب من أجل الدعوة، من أجل الصلاح والإصلاح. جينا من عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كنا قدوة. في بعض البلاد حتى الآن لا يعرفون عنا إلا هذه الصورة الجميلة، حتى الآن هذه الساعة في بلاد روسيا، بلاد الاتحاد السوفيتي، بلاد كذا، يزال يعرفون الصورة النظيفة. يجب أن لا تشوه، تبقى الصورة الجميلة النظيفة بيننا بالدعوة السلفية، الدعوة الصحيحة، الدعوة الإسلامية، دعوة الإسلام، دعوة الإخلاص، حتى يعرفون الصورة الجميلة المشرقة لأهل المدينة المنورة وأهل الحرمين وأهل الجزيرة العربية وأهل الخليج العربي، تبقى الصورة المشرقة. أما نذهب هناك ماذا؟ لكي نصيف. ماذا نصيف؟ نبحث أين المقهى وأين الكازينو وأين الطبل وأين الزمر. ألهذا خلقنا؟ ألهذا أنشئنا في هذه البلاد؟ يجب أن نعطي صورة جميلة لهذه البلاد ولهذا الدين الإسلامي القويم، وإلا فلا نذهب، نبقي عوارنا هنا. في حوار صحفي أنشئ معي من أجل هذا النقاط في بنغلاديش قبل 25 سنة، 4 نقاط، قالوا أنتم تدعون الحكم بالشريعة الإسلامية ومع ذلك نجد أفسد الناس أنتم. فقلت لهم لماذا تجد أفسد الناس نحن؟ قال تأتون إلينا. قلت نأتي إليكم لأنكم تفتحون لنا الأبواب. لو ضربتم على أيدينا واشتكيتون للسفارة ما فعلنا هذا عندكم، لكن أنتم تريدون الدينار والدولار. اضربوا على أيدينا، إذا جاءكم سفير ردوا إلى أهله. أما أنتم تقول تفضل هذا الدولار وهذا الدينار وتعال. ولو وجد هذا عندهم ما فعلوا. أما هم يريدون وهم بسم الله تفضل. فهذا ما يجوز. يجب أن نناصر أهل الدعوة وأهل الدين وأهل الخير، وأن نخرج بخيرنا إليهم لا نخرج بشرنا إليهم، وأن ندعمهم جزاهم الله خير في كل حال،
وأن نناصرهم، فهم أهل خير ورسالة، وتجب أن تستمر الرسالة إلى يوم الدين. فإن هذا الدين كما ذكر الرجل في حديث السابق سيبلغ ما بلغت الشمس مشارق الأرض ومغاربها بعز عزيز وذل ذليل. والحمد لله تهيأت وسائل اتصال ومواصلات اليوم وإعلام تصل صوت الأذان وصوت الصلاة والتكبير والأذان يصل في مشارق الأرض ومغاربها. ما هذا؟ هذه مكة، وهذا الأذان وهذه التراويح يسمعونها في كل مكان، بس يحتاج شخص يضع إصبعهم عليه. وفقني الله وإياكم وجزاكم الله خيرا، وسامحونا فإنها غيرة شخص مؤمن قلب محترق. اللهم صل على سيدنا. جميل يا مسلم إنك تركع لله، جميل إنك تسجد لله، جميل إنك تقرأ القرآن، أن الله سبحانه وتعالى وفق أتيت لهذه المناطق. دائما نرغب ونحرض يعني الذين يزورون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون العمرة أو للحج، كيف نرغبهم أنهم يكونوا على منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا توفيق وكرم أن الله وفقك للركوع وللسجود، ولكن الأجمل والأحسن والأفضل إنك تركع وتركع غيرك، تسجد وتسجد غيرك، يكون في صحيفتك أعمالك وأعمال غيرك. هذا أفضل وأجمل وأحسن. يكون نيتك نية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، مقصدك مقصد نبيك صلى الله عليه وسلم. ليس أن أعبد الله فقط بل أن يعبد الله، وليس أن أذكر الله بل أن يذكر الله، وليس أن أوحد الله بل أن يوحد الله، وليس في منطقتي في عائلتي في أهلي في لا، لئن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. كان عليه الصلاة والسلام فكره الأرض كلها وهمه الأرض كلها، كيف كل الخلق في كل الأرض إلى قيام الساعة الله سبحانه وتعالى ينجيهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من النار إلى الجنة. هذا كان فكر النبي صلى الله عليه وسلم، لئن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. كان فكره وهمه صلى الله عليه وسلم الأرض كلها. فكان يكون فكرنا كفكره، نيتنا كنيته، مقصدنا كمقصده، أن يعبد الله، أن يعرف الله، أن يذكر الله سبحانه وتعالى. بهذا نرجع إلى بلادنا. علامة يقول العلماء علامة قبول العمرة أن ترجع بنيته صلى الله عليه وسلم، أن ترجع بحياته صلى الله عليه وسلم. سنة واحدة يا أحبابي في الله تعدل عند الله أجر 100 شهيد، أجر 100 شهيد. كم هذه السنة غالية عند الله. الله ارتضى هذه الحياة، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكل الخلق في كل الأرض إلى قيام الساعة. فأيما رجل غني كان ولا فقير، رئيس كان ولا مرؤوس، ملك كان ولا ملوك، يقلد هذه الحياة، يتبع هذه الحياة، هذا الإنسان حياته مقبولة عند الله. ليه؟ لأنه اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان مهتدي. ليه؟ لأن الله سبحانه يقول وإن تطيعوه تهتدوا. وأغلى وأعظم ما في خزائن الله هي الهداية. أعظم ما في خزائن الله هي الهداية أخواني في الله. لذلك الله أوجب على كل مسلم ومسلمة أقل القليل تطلب الهداية 17 مرة كل يوم، في كل ركعة من ركعات الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم. وخزائن الله يا أحبابي في الله ليست مستودعات شاحنات تدخل أو تخرج أو أوامر صرف، لا، خزائن الله كلام. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالسماوات شيء والمجرات شيء والكواكب شيء والأرض شيء والبحار شيء، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالأشياء كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وخزائن الله يعني سبحان الله بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك نطلب الهداية، وأعظم ما في هذه الخزائن هي الهداية. والهداية هذا شهر الهداية أحبابي في الله، رمضان شهر الهداية. تصفت الشياطين الله سبحانه وتعالى، وتنزل الرحمات والبركات في كل يوم لله عتقاء من الناس. نسأل الله أن يجعلنا منهم يا أحبابي في الله. وأول هداية هي هداية الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدي. وثاني قال السبب الثاني المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والشيء الثالث في الهداية يهدي إليه من ينيب. نسأل الله أن يرزقنا الإنابة. هكذا يا إخوان الكرام، الأصل هو الهداية، لأن كنا نتكلم حولها وندندن عليها. أعظم دعاء في القرآن
ولا تصح الصلاة إلا به، اهدنا الصراط المستقيم. كل الأدعية في القرآن تدور حول هذا الدعاء، ولذلك الهداية شيء عظيم عند الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد على أبو طالب 42 سنة، ثم نزلت الآيات: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحبه الله هداه. فالآن العطش في العالم هو عطش الهداية. هذا الشهر الله سماه شهر الهداية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. عندنا في الإمارات كنا في زيارة، عادة الدعوة نزور الناس. من هذه الزيارات كانت زيارة لسجن المسجونين 30 صيني، 30 صيني دخلوا الإمارات بنية قطع الطريق، والدعوة رحمة للجميع. فسألناهم سؤال، قلنا: يا جماعة، إذا أخبرتونا عن الخالق نحن معكم، إذا ما أخبرتونا نحن نخبركم أنتم معنا، ما رأيكم؟ قالوا: طيب. السؤال الأول: من الذي رفع السماء بغير عمد ترونها؟ لا توجد إجابة. من يذهب بالليل يأتي بالنهار؟ لا توجد إجابة. السؤال الثالث: جسم الإنسان 37، الحرارة كم؟ 37. في الصيف عندنا 50، الصيف عندنا في الإمارات 50. هل يمكن تدخل 50؟ لا. هذا الأنف فلتر ينزل 50 يدخل كم؟ 37. قلت عندكم شمال الصين، شمال الصين 50 تحت الصفر، إيش يعمل؟ يصعد ويدخل، هنا ينزل يدخل. هذا المكان الأنف نوعين من الهواء، أكسجين ثاني أكسجين، داخل وخارج، يدخل من نفس المكان يخرج من نفس المكان، لا يختلط هذا على هذا. هل هذا صدفة ولا في واحد خالق؟ هذا هو الله، أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوق شيء، باطن ليس دونه شيء، ليس له بداية ولا نهاية، حق من ذكر وحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. هذا هو الله، لا ند له ولا سمي له ولا مثيل له ولا شبيه له. هذا هو الله. من مستعد يكون معي؟ الكل سكت. قام واحد، قلت: يا الله عبادك. قام واحد قال: مستعد. قلت: تعال أمام جماعته، فمد يده ونطق الشهادة. قام الثاني الثالث، 28 شخص نطقوا الشهادة. باقي كم؟ 2. ايش رأيك؟ قال: أنا أعبد أبوي خالقني. قلت: الله يعينك أنت وأبوك، لا إكراه في الدين. رقم 30: ايش رأيك؟ قال: عطني فرصة أفكر. قلت: أنت جالس في السجن، يعني فرصة مفتوحة، فكر. شوف قدر الله لهم. عملنا مع إدارة السجن، جبنا لهم صيني مسلم يدرس عندنا في كلية الإمام مالك هناك، رتبنا مع إدارة السجن يوميا 2 ساعات تعليم، بدأ معهم من الصفر في الإيمان والتوحيد والسنة والقرآن. 2 كأنهم في دورة إيمانية في السجن. بعد 2 صارت زيارة. اللي يفكر قلت له: لحظة أسألك سؤال، أنت جيت إلى الدنيا بإرادتك؟ قال: لا، بإرادة الخالق. قلت: طيب تمشي من الدنيا بإرادتك؟ قال: بإرادة الخالق. قلت: يا مسكين، أنت جيت بإرادته، تطلع بإرادته، كيف تعيش بإرادتك؟ إذا عشت بإرادتي فزت. مستعد؟ قال: مستعد. دخل معهم. ثم سألتم سؤال: ما هو شعوركم الآن؟ كما سأل: ما هو شعوركم؟ قال: شعورنا كيف؟ كنا في حفرة مظلمة، خرجنا من الحفرة. طيب ما هو نياتكم؟ قال: نياتنا نرجع بلادنا، بناتنا أمهاتنا أخواتنا في نفس الحفرة، نخرجهم من نفس الحفرة. دخلوا الإمارات بأي نية؟ قطاع طريق. خرجوا من الإمارات بأي نية؟ دعاة إلى الله. فهكذا الدعوة يا أخوة الكرام تحرك الأمة، جهد الأمة على الأمة، جهد الكل للكل على الكل، جهد كل الأمة لكل الدين على كل الأمة. فالكل مسؤول لنقل هذه الرحمة للعالم. وطلب الطيارة، كنا ذاهبين إلى المغرب، مشكلين الجماعة إلى المغرب مرورا بالبحرين. لما وصلنا البحرين، هذه الطائرة محجوزة لمنتخب البحرين كرة القدم، منتخب موريتانيا كرة قدم، يعني كرة قدم في قدم، ونحن دخلنا معهم منتخب الدعوة. المهم الطيارة كلها مليانة لعبة كرة. لاعب كان يلعب عندنا في الإمارات مغربي اسمه رشيد محمود، انتقل من الإمارات انتقل البحرين. الله جنبي في الطيارة، جلست أتكلم معه عن الصلاة والذكر والقرآن،
وما شاء الله هو ملتزم بالصلاة. قال الشيخ عندي سؤال. قلت ما هو السؤال؟ قال مدربنا برازيلي مدرب البحرين يسأل عن الإسلام، ما رأيك؟ قلت والله رأيي تذهب خلي يأتي مكانك وأنت روح مكانه، ممكن غير المقاعد؟ قال ممكن. بعدين فكرت برازيلي خطط هجومية، برازيلي يلعبوا أي خطة هجومية، إذا لعبت خطة دفاعية رحت لابد أعمل خطة هجوم. سألت المدرب جلس سألته قلت له أسألك سؤال، أنت الآن متحرك من البحرين إلى المغرب 8 ساعات ليش؟ قال نحن رايحين للفوز، ظهر دورة للأندية العربية، نحن متحركين للفوز. طيب ولكن الفوز نوعين، لأيهما متحرك؟ قال ها نوعين. قلت نعم، الرياضة تفوز تنهزم صح؟ قال لي صح. قلت لكن نحن عندنا فوز لا نهزم فيه إلى الأبد. قال يعني كيف؟ قلت أن يكون لك هدف في الحياة. قال يعني كيف هدف الحياة؟ قلت الآن نفترض المباراة تبتدي، اللعيبة في الملعب، الجمهور في الملعب، صفر الحكم، الحدثين العوارض طلعناها من الملعب، لعب ولا مسخرة؟ مسخرة. قال مسخرة. وتسمع الذي ليس عنده هدف في الحياة حياته مسخرة. قال طيب ما هو الهدف؟ قلت الهدف الوصول إلى الله جل جلاله، هذا هو رب العالمين، هذا هو الله، كل شيء محيط، كل شيء بصير، بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، هذا هو الله. فنطق الشهادة. لما نطق الشهادة المدرب قلت في الطيارة، قلت يا منتخب البحرين بداية الفوز، مدربكم دخل في الإسلام باركوا له. والله يا جماعة باسوه بوس، يعني خطر عليهم يحملون يرمون من الطيارة. الموريتانيين ايش قال؟ ايش صار؟ قلنا هذا دخل الإسلام باركوا له ويعطونه. قلت والله حظك بوس في السماء مش بوس في الأرض. شوف الرحمة يا جماعة، أي مكان تمشي الناس تبحث عنه، في كل مكان. كنا في زيارة واحد من التجار عندنا، مكتب عنده أنا وعبد المجيد، جاء اللي يشتغل عنده فلبيني، قال إيش تشربوا؟ قال نسكافيه. إيش نشرب؟ نسكافيه. فجاب لنا كوفي، ورد بيضة فوق الكوفي. شربت شوي الشيخ. كنا في زيارة عندنا في الإمارات، واحد من التجار وزرناه في المحل، قال إيش تشربوا؟ الأخ قال نسكافيه. قلت نسكافيه نسكافيه. فهذا اللي يشتغل عنده فلبيني جاب النسكافيه وعمل فوقها وردة. فأنا شربت حلو، نظرت في وجهه، فرانسيس اسمه، قلت يا فرانسيس هذا النسكافيه حلو، والحلاوة جت بسبب الحلاوة التي فيك، وهذا النسكافيه أنت ضبطته، لما ضبطته خرجت الحلاوة صح؟ قال لي صح. قلت له جعلت في 4 أشياء متوازنة، ماء، حليب، سكر، كوفي صح؟ قلت له لو أنت وصديقك 2 عملتوا هذا الكوفي هل تستطيع تعملوا بتوازن؟ قال لا يمكن، لابد واحد. قلت اسمع يا فرانسيس، هذا الكون لابد له واحد، هذا هو الله، خالق كل شيء، خلق كل شيء بالتوازن. ما انتهينا شرب الكافي إلا دخل في الإسلام. من فرانسيس صار اسمه عبد الله. يا جماعة الهداية قريبة من الناس، وخاطب الناس على قدر. هذا حياته مسكين في الكوفي، دخلنا من باب الكوفي دخل في الرحمة. فالمسألة يا جماعة سهلة، مسألة سهلة. نعم هذه المواسم مواسم خير، مواسم رحمة، ارحموا ترحموا. إيطاليا صقلية، ذهبنا إلى صقلية. صقلية مركز المافيا، 3 يمشوا المافيا في صقلية، في إيطاليا كلها مافيا. الدعوة ما هي الدعوة؟ دعوة بضاعة، عندي بضاعة أعرض، داعي مدعي، الدعوة ليست مدعي، الداعي داعي، عندي بضاعة أعرض البضاعة. زيارة واحد منهم قبيل صلاة العصر، قال الآن عندنا موعد مع الرب. قال طيب إيش تريدون؟ قال نريد نصلي للرب. قال طيب تفضلوا. فرشوا الجماعة يريدوا الصلاة. قال لحظة ممكن نشارك؟ احنا ممكن تشارك. وقف ركوع قيام، ركوع سجود قيام. هو سحبها سجدة واحدة، الجماعة تموا 4 ركعات، هو سجدة واحدة. انتهت الصلاة. يا جماعة شوف هذا حي ولا ميت؟ شوف القصة هذا. لما ضربوه على ظهره قام. قال احنا نسألك سؤال، لماذا ما أكملت معنا؟ قال أنا ما وضعت جبهتي على الأرض حسيت براحة ما وجدت طول الحياة، فما حبيت أقطع الراحة.
عيدوا مرة ثانية. قال لا الآن ما عندنا إعادة، بعد العصر ما في صلاة، عندنا موعد بعد ساعتين. الآن عملت الصورة الحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نطق الشهادة دخل في الإسلام. فين كان؟ فين وصل؟ الآن من كبار المجتهدين في إيطاليا. يوميا الله يجر الناس الهداية. كنا في فرنسا، الجماعة عادة تزور الناس بالمحبة والرحمة، طرقوا باب الخطأ، خرج فرنسي. ماذا تريدون؟ قال نحن نزور الناس للمحبة. قال ادخلوا ادخلوا. لما دخلنا السقف الحبل معلق في السقف، الكرسي تحت الحبل. قال يا جماعة أخبركم حقيقة، هذه اللحظات مليت الحياة، قررت الانتحار. الحبل هنا، الآن هو يتحاور. قلت يا الله أنت موجود، إذا أنت موجود اثبت لي أنك موجود. بديت أعد الحبل هنا، أعد 1 2، وصلت 3، طرقتم الباب، طرقت الباب طرقة قلبي، الله موجود، الله الذي أتى بكم. فنطق الشهادة ودخل في الإسلام. فيوميا الله يجرهم. كنا في الأرجنتين، أذنا في محطة القطار، الناس اجتمعت أول مرة يسمعوا ويرون. ضرب الجرس، انتهينا من الصلاة، ضرب الجرس، القطار يمشي يتحرك، دخلنا. بعد ساعة واحد من المتفرجين جاء قال ممكن أسألكم سؤال؟ تفضل. قال أنا رأيت حركاتكم الرياضية. وإيش يفتكر؟ إيش العمل؟ رياضة. قال رأيت حركاتكم الرياضية، ورأيت كأن نور ينزل من السماء، نور ينزل من السماء. قلت سبحان الله، صدق رسول الله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك عليك. قلت هذه الحركات الرياضية نحن نشكر الخالق. قال في خالق؟ قلت نعم، خالق واحد، هذا الخالق نشكره على كل شيء لأنه هو أعطانا كل شيء. قال طيب كيف تشكرونه؟ كان جالس أمامي، أعطيتك أسماء، قال لي شكرا. قلت الآن أعطيتك أسماء، قلت شكرا، صارت بيني وبينك علاقة شكر. قلت لهذا الخالق يوميا ينعم عليك 24,000 نعمة. أنا قلت أنت يوميا تتنفس 24,000 نفس. الخالق كم يحتاج شكر؟ هذه العين فيها 5 مليون كاميرا التصوير، كم يحتاج شكر؟ الكلية فيها 1,000,000 مصفاة، كم يحتاج شكر؟ الذي أعطانا هذه النعم لا يستحق الشكر؟ قال نعم يستحق. قلت هذا هو الإسلام، شكر الخالق. كلمة الشكر لا إله إلا الله محمد. فنطق الشهادة ودخل في الإسلام. سمينا عمر. عمر فين رايح؟ قال رايح قرطبة، نفس المنطقة نحن ذاهبين لها. والله جعله سبب هداية عائلته، عائلة كلها دخلت الإسلام بسبب عمر. فهكذا يا إخوان الكرام، هذا الشهر المبارك هو شهر الهداية، فنسأل الله جل وعلا يرزقنا الهداية بحقيقته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأمر الذي تحدث فيه الإخوان من أوله إلى آخره هو الهدف منه العبادة، والهدف منه الله. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خروجنا، دخولنا، هرجي، كلامي، مشي، نظري، جلوسي، ممشايا، خطايا، كلها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، لأن هذا مجلس يعرض ويرفع إلى الله، فإن كان مقبولا والحمد لله. وهذا عشمنا وظننا في مولانا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مقبولا عنده وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يباهي بنا الملأ الأعلى في هذا اليوم الكريم، في هذا الشهر الفضيل. ثم الأمر الذي ذكروه الإخوان هو نعمة الإسلام. الحمد كثير منا الله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بنعمة هي أعظم النعم كلها، وهي نعمة الإيه؟ نعمة إيش يا أخوان؟ نعمة الإسلام. قرأت في أحد الكتب أن رجلا وقف على جبل عرفات وقال كلمتين ثم انصرف، وعاد العام القادم ووقف على ذلك الجبل في يوم عرفة، فحين أراد أن يدعو بالدعاء الذي دعا يسمع
نداء يا فلان، لا زالت الملائكة لم تحصي لك وتكتب لك أجر ما قلت العام الماضي. هذه طبعا من القصص المستأنفة، من قصص الصالحين التي يستأنس بها. وماذا قال هذا الرجل؟ قال كلمتين لما وقف على جبل عرفات، قال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا الحوار كله دائر على نعمة الإسلام والدعوة إلى الإسلام. ثم نعمة أخرى لنا نحن في هذه البلاد الكريمة، في المملكة العربية السعودية عامة، وفي المدينة المنورة على وجه الخصوص. هذه وطن الإسلام، من هنا خرجت جحافل وجيوش المسلمين وفتحت المشرق والمغرب من أجل الدعوة، من أجل هذا الهدف. ولا زالت الحمد لله هذه النعمة موجودة ومتواصلة، نشاهدها بما تقوم به حكومة هذه البلاد، ممثلة في من أطلق على نفسه خادم الحرمين الشريفين، ومن قبل إخوانه الملك سلمان حفظه الله ورعاه ونصر به الإسلام والمسلمين. ولا زال الخير نحن ما نشاهده الآن من خدمة للمسلمين في الحرمين الشريفين، من السقيا والرعاية والنظافة والجهد العظيم والأمن الذي نعيشه. هذه نعمة عظيمة ينبغي أن نشكر الله عليها، وأن ندعو للقائمين بظهر الغيب خاصة في هذه الليالي أن يعزهم الله سبحانه وتعالى لما يعز به الإسلام، وأن يؤيدهم وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد والأمة الإسلامية. وهذا أمر عظيم جدا. الدعاء يعني يروى عن أحد السلف، لا أدري هي الإمام أحمد، يقول لو كانت لي دعوة مجابة لجعلتها للإمام. شوف إلى أي درجة، فهم يحتاجون منا الدعاء، يحتاجون منا أن ندعو لهم بظهر الغيب، كما ندعو للإسلام ندعو لمن يخدم الإسلام، ندعو لخادم الحرمين الشريفين أن يعينه الله وأن يوفقه وأن يسدده، ولرجالاته ولحكومته، هؤلاء العسكر الذين يخدمون في الحرمين الشريفين بجهود وبعرق وبتعب، كل أجرهم عظيم. هذا عمل من عمل الدعوة كذلك، لا ينقصون من الأجر، لأنهم يخدمون الحجيج ويخدمون الزوار والمعتمرين والحجاج، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء. ثم أختم بشكر من جمعنا في هذا اليوم الكريم، في هذه الدار الكريمة، أخونا الكريم الوجيه الأستاذ محمود بن أحمد رفيق العمري حفظه الله وبارك فيه وفي أهله وفي ذريته، جمعنا على الخير، جمعنا مع هذه الوجوه الطيبة النيرة، يكرم أهل الفضل ويكرم أهل العلم ويجمع الناس. هذا كله في صحائف حسناته. نحن خرجنا بأجورنا، لكنه والشيخ يخرجون بأجورنا أجمعين في هذه الليالي المباركات التي يضاعف الله فيها الأجور. فجزاكم الله تعالى أخي محمود، وجزا الله أخونا الشيخ محمد الملا الداعية، وجزا الله الحاضرين خير الجزاء على هذا الاجتماع المبارك الذي أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا مقبولا عنده وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وسامحوني على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعفو منكم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر، سيد كل سيد عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق أرسل الرسل وأنزل الكتب، فبعث الله سيدنا نوح عليه السلام إلى أمته، ثم كان الله سبحانه وتعالى كلما قبض نبي احتاج الناس إلى من يعرفهم بمقصد وجودهم بالله سبحانه وتعالى، فيجدد الله الدين بنبي آخر، حتى ختم الله هذه النبوات بأكرم وأطهر وأجمل وأنور رسول النبي صلى الله عليه وسلم، هو حبيب الله عليه الصلاة والسلام. أنتم حظي من الأنبياء، أنتم حظي من الأمم، وأنا حظكم من الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى نسبتنا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام
بعد لا إله إلا الله من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. الله أعطى الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وأمته عمل الأنبياء. لذلك في حديث من الأحاديث المروية في الأحاديث القدسية: يا داود إني خلقت محمدا وأمته وفضلتهم على سائر الأمم وأعطيتهم من الفرائض ما أعطيت للأنبياء وأعطيتهم من النوافل ما أعطيت للأنبياء حتى يأتوني يوم القيامة ولهم نور كنور الأنبياء. أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام نحن نحتاج الدين ونحن مسؤولين عن الدين. كل فرد فينا محتاج الدين 100%، وكل فرد فينا مسؤول عن الدين 100%. للأسف الشديد أحيانا بسبب ضعف الإيمان، وهذه قصص معايشة ومشاهدة، كان للإخوة في الدعوة إلى الله جزاهم الله خير أحبابنا الكرام جهود غيرت حياة ناس، يعني تغيير جذري 100%. بعض الناس بسبب ضعف الدين ذهب إلى إحدى الدول العربية وأجرى عملية في الباطنة. لما رجع إلى المدينة فكان في بعض الأعراض، فلما سألوه قال له الطبيب: طبيعي، أنت عندك كلية واحدة. هو ذهب عملية في الكبد، فقال أنا العملية كانت في الكبد. قالوا الجماعة أخذوا كليتك. لما يصير في دين، حتى الطبيب وهي مهنة إنسانية يحتاج إلى أن يكون الدين موجود فيه. الإخوة في الإمارات جزاهم الله خير في بعض الدول جهة جنوب أفريقيا خرجت جماعة للدعوة إلى الله. أول سؤال سألوهم في ناس: أنتم من مكة أو من المدينة؟ فيقولوا إحنا إذا قلنا إحنا ما إحنا من مكة ومن المدينة يمكن يزهدوا فينا. فقالوا إحنا الله يقول لتنذر أم القرى ومن حولها، إحنا من حولها. قالوا أنتم اللي من حولها في القرآن؟ قالوا إيه. يقولوا كانت هذه الكلمة سبب إنهم يحبونا. فلذلك أهل المدينة ومكة وبالذات أهل المدينة عليهم مسؤولية كبرى. المدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام استودع محبتها في قلب كل مؤمن يقول لا إله. اللهم حبب إلينا المدينة. فالمدينة أصلا سبقتك إلى الناس. مجرد أن تأتي أنت من المدينة تجد كل القلوب مفتوحة قبل الأبواب. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وخير الوارثين وخير الخالقين ورب العالمين. اللهم يا من على العرش استوى ويا من على الملك احتوى، يا من له السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة باسمك الأعظم وبكتابك المنزل وبنبيك المرسل، اللهم اجعلنا من المقبولين واجعلنا من المرحومين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك وكتابك وسنة نبيك ردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم إنك ملك حيي تستحي أن تعذب شيبة شاب في الإسلام. اللهم إنا والدينا شابوا في الإسلام. اللهم دم عليهم النعمة والرحمة والشفاء والعفو والعافية. اللهم تجاوز عن تقصيرنا في حقهما وتجاوز عن تقصير في حقك يا كريم. اللهم من كان منهم ميتا ففي هذا اليوم المبارك انقلهم من مواضع الدود إلى جنات الخلود، اجعلهم في نعيم واجعلهم في القبور منعمين ويوم القيامة آمنين وإلى جناتك داخلين وإلى وجهك وجه نبيك ناظرين وإلى لذيذ خطابك مستمعين. اللهم ارضهم رضاء لا تسخط عليه بعده أبدا. اللهم نسألك يا ذا الجلال والإكرام في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك، اللهم انزل علينا رحمتك وبركتك ورضاك علينا وعلى أهل هذا البيت، نساءهم ورجالهم وكبارهم وصغارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحمنا إذا يبس اللسان وعرق الجبين
وازداد الأنين. اللهم اختم لنا بخاتمة الخير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من القبر وضمته والحساب وشدته والميزان وخفته والصراط وزلته. اللهم اجعلنا في موقف القيامة آمنين. اللهم نسألك الأمان، اللهم نسألك الأمان، اللهم نسألك الأمان. اللهم قلت وقولك الحق إن المتقين في مقام أمين. اللهم نسألك الأمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ملك كل شيء وبيدك كل شيء. اللهم اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ارزقنا صحبة نبيك، اللهم ارزقنا صحبته ومجاورته يا أرحم الراحمين. اللهم كما حرمنا من رؤيته في الدنيا، اللهم لا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، قلت وقولك الحق المرء يحشر مع من أحب. اللهم نشهدك في عليائك وملائكتك في سمائك لمحبتنا لرسولك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته وارزقنا رؤيته وارزقنا صحبته في دار كرامتك برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. اللهم ارحم أمة حبيبك واعف عن أمة حبيبك واكشف الغمة عن الأمة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم واحفظهم من نزقات الشياطين ومن شره ونفخه ونفثه يا رحيم. اللهم احفظ الأمة من شر الأشرار وشر الفجار وشر طوارق الليل والنهار وشر كل ذي شر لا نطيق شره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، في هذه الليالي المباركة تمحو ما تشاء وتكتب ما تشاء وكل شيء عندك بمقدار. اللهم إن كتبتنا في ديوان الشقاوة اللهم امحنا من ديوان الشقاوة واكتبنا في ديوان السعادة وثبتنا فيها واجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من لنا غيرك فندعوه ومن لنا غيرك فنرجوه. أنت إلهنا وأنت خالقنا يا أرحم الراحمين. لا تنزع عنا صالح ما أعطيتنا بسوء أعمالنا. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. اللهم إن الخير منك وإليك والشر ليس إليك. اللهم نسألك خير هذه الليلة ونورها وهداها وبركتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ محمد الملا.